نظمت مؤسسة كونراد أدناور منتدى للأكاديمية السياسية حول التصوف. الندوة تطرقت لموضوع التصوف من زاويتين اثنتين، أولهما يتعلق بتعريف هذا المنهج الذي يسلكه العبد للتقرب من الله بالحرص على تزكية النفس وتحقيق صفاء الروح عبر الاجتهاد في العبادات والأذكار واجتناب المحظورات. لأنه نعتبره فيما يخص الصوفية وأنه مقوم من مقومات الشخصية التونسية، مش من اليوم وإنما من القرن الثالث الهجري. وهذا اللي نحب نفهموه شيء معناها ظاهرة متجذرة في المجتمع التونسي، وتجذرت أكثر في معناها مراحل أخرى حديثة، نذكر منها 2012-2013 وقت وقع الاعتداء على بعض مقامات، يعني بعض مقامات 40 تقريبا، وقعت هبة جماعية واجتماعية، والهبة دي معناها شاركوا فيها ناس من مختلف الأعمار ومن مختلف الجهات ومن مختلف الانتماءات الاجتماعية، يظهر أن التونسي في حياته الروحية يعطي قيمة للتصوف. طبعا الصورة السائدة عند الناس كونه التصوف هو الشعوذة، هو السحر، هو تخريج الجنون، هو التبرك بالأولياء والصالحين والتمسح عليهم، هو تقديس الشيوخ، هو الخرافات، هو الأوهام، هو الأحلام. هذا السائد عند الناس. في الأصل كل هذا ما عندوش حتى علاقة بالتصوف، ما عندوش حتى علاقة بالدين، لأنه التصوف في المفهوم الصحيح نتاعه هو جزء لا يتجزأ من الدين ومتجذر في الدين، والتصوف هو ما يسمى بمقام الإحسان. الصوفية كانوا أول من معناها يقف بالمرصاد لما قد يشوب بعض الممارسات من معناها أشياء ربما يعتبرونها دخيلة على هذا المذهب الروحي وعلى هذه معناها وعلى تعاليمه. معناها كانوا هم معناها، وهنا معناها نجم نذكروا حتى ب معناها كتب الشيخ أحمد زروق وما أدراك. معناها الشيخ أحمد زروق المتوفى في نهاية القرن التاسع هجري والخامس عشر ميلادي كان معناها من خلال كتاباته معناها يقف بالمرصاد، وكان يلقب بمحتسب الصوفية. كانوا يتحفظون على بعض الممارسات كالتمسح على القبر وغير ذلك، أو الصلاة عند القبر، إنما الزيارة كزيارة له. ندوة أتت كما يقول منظموها لإعطاء الصورة الحقيقية للصوفية بعيدا عن مفاهيم الشعوذة والتمسح والتوسل بالمقامات والأضرحة كما يفعل جهلاء العامة. تلفزة TV، عادل النقاتي، القيروان.